ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في برنامجكم المبارك ورتل القرآن ترتيلا. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف ب10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. أعزائي المشاهدين، نذكركم كذلك بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حسابات شبكة سلام الفضائية في وسائل التواصل الاجتماعي. فمرحبا بكم من جديد. كنا قد توقفنا في الحلقات السابقة في تفسير سورة القدر وسورة البينة، وها نحن اليوم سنتناول الحديث عن تفسير سورة الزلزلة. سورة الزلزلة وهي سورة مكية، والسور المكية تتحدث كثيرا عن أهوال يوم القيامة وعن مآل الإنسان وعن الحساب والعقاب وعن الوعد والوعيد وعن الجنة والنار وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ليرسخ ويثبت في الإنسان ما ينتظره في تلك الدار وهي الدار الآخرة، ويعمل عملا صالحا في هذه الدار، أعني في دار الدنيا. قال ربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة وهي سورة الزلزلة، وتسمى سورة الزلزلة، وتسمى سورة إذا زلزلت الأرض، وتسمى سورة الزلزال. وقوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا رجت الأرض رجا شديدا وتحركت حركة شديدة فشعر بها كل كائن. قال ربنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا رجت الأرض رجا كثيرا وشديدا وقويا، وأخرجت الأرض أثقالها، والأثقال كل ما يوجد في باطن الأرض من الكنوز والمعادن والآثار وكل شيء، حتى الموتى، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أي من القبور سراعا. كل شيء يخرج من الأرض، من الكنوز ومن المعادن ومن كل شيء، حتى الأموات. قال ربنا يصف حال الإنسان، قال وقال الإنسان ما لها، أي ماذا بها، ماذا حل بها. والإنسان هو جنس، اسم لجنس، يعني كل إنسان، مؤمنا كافرا صغيرا كبيرا ذكرا أو أنثى، كل كائن يسأل عن حال هذه الأرض أو ما حل بهذه الأرض بعد الاهتزاز وبعد الزلزلة التي تزلزل كل شيء. قال ربنا سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها. قال الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه وهذا دليل على أن الأرض من شهود الله على الإنسان، كما أن الإنسان تشهد عليه ألسنته، يشهد عليه لسانه ويديه ورجليه وجوارحه، كما ثبت في كلامه سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. شهود الله على الإنسان هي من نفسه كما ورد في ذلك في الحديث الصحيح الذي بني آدم أن الإنسان يخاطب الله عز وجل: يا رب يا رب أريد شهودا من نفسي، فيختم على فمه كما في الحديث الصحيح، يختم على فمه أي الإنسان، وتنطق جوارحه بما عمل من السيئات والحسنات في تلك الدار أي دار الدنيا. والأرض هي أحد شهود الله على الإنسان كما حكاه الإمام السعدي رحمة الله عليه، قال عن يومئذ تحدث أخبارها، كما ورد في الحديث أن الأرض تتكلم وتقول: يا رب عمل فلان كذا وكذا في يوم كذا وكذا في هذا المكان يوم كذا وعمل كذا. سبحان أحصاه الله ونسوه، كل شيء يسجل على الإنسان. والشهود الذين يكونون على الإنسان، الشهود على الإنسان هم ثلاث، هم ثلاث. والله عز وجل من فوق كل شيء واسع عليم بحاله. أولا الشهود شهود الملائكة، لأن الله عز وجل ذكر أن الإنسان تحيط به ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أولا شهود الله منهم الملائكة، وكذلك الأرض بنص هذه الآية يومئذ، وكذلك جوارحه بنص الآيات الواردة والأحاديث الواردة الصحيحة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بأن هذه الأرض هو ربنا عز وجل هو الذي أخبرها، وهو الذي أوحى إليها، وهو الذي أمرها بأن تذكر كل شيء عن هذا الإنسان وهذا المخلوق الذي عاش على ظهرها طيلة مدة بقائه التي كتب الله عليه فيها أن يبقى. قال ربنا: بأن ربك أوحى لها. وهذا دليل على أن الإنسان لا يعمل عملا صغيرا ولا كبيرا إلا هو عند الله سبحانه وتعالى محصى مكتوب بالكيفية التي أعملها، وفي الساعة وفي اللحظة، كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآيات التي تدل على أن الإنسان عن كل شيء، قال ربنا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله يا بني، قول لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه، قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. رحمته وعلمه وسع كل شيء. والله عز وجل قال: أحصاه الله ونسوه. وقال ربنا: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وما كان ربك بظلام للعبيد. كل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى محصى ومكتوب عنده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.
وهذا الكتاب أيها الإنسان يعرض عليك في يوم تتطاير فيه الصحف. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل شيء أيها الإنسان يكتب عليك، ولا تظن بأنه غير مكتوب وغير خافي عن ربك سبحانه وتعالى. قال ربنا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ أي يعني يوم القيامة يصدر الناس أي يخرج الناس ويعرضون أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم أي على حسب وعلى قدر أعمالهم، على حسب وقدر أعمالهم. قال ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي فمن يعمل مقدار الذرة، وهي النملة الصغيرة التي لا ترى، وربنا سبحانه وتعالى يراها سبحانه وتعالى. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي فمن يعمل أي إنسان يعمل مثقال خير، يعمل خيرا مثقال حجم وقدر هذه النملة الصغيرة يراه في كتابه ويعرض عليه يوم القيامة سبحانه وتعالى، وهو من كرمه سبحانه وتعالى ورحمته. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي ومن يعمل هذا الإنسان مثقال من شر، من يعمل من شر من أعمال شر مثقال النملة الصغيرة يعرض عليه يوم القيامة. والعرض والحساب على ربنا سبحانه وتعالى كما قال كما حكي: من نوقش الحساب هلك. وربنا سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى، واختزل رحمته سبحانه وتعالى وادخر 99 من رحمته في الآخرة، ورحمة واحدة يتراحمون بها الخلق في هذه الدنيا من رحمته سبحانه وتعالى، الرحيم الكريم المنان الحنان سبحانه وتعالى. والعرض عليه سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وبداية الآية كانت: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، جعلنا الله وإياكم منهم، فيقول هاؤم اقرأوا، أي تعالوا، يقول للناس هلموا اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي، أي كنت مصدق بهذا اليوم وهو يوم الدين، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها، يدعو على نفسه بالهلاك وبالموت، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، أي ماله وسلطانه وجاهه الذي كان يحتمي به في الدنيا، يقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، أي
أي وما نفعته قبيلته، وما ينفعه حرسه، وما ينفعه جيشه، ما تنفعه كل قوة كان يحتمي بها في الدنيا ويتفاخر ويعتز بها. هلك عني سلطانية، والله عز وجل يأمر بالزبانية وملائكة العذاب: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا العرض على ربنا سبحانه وتعالى، يعرض الخلائق على ربنا سبحانه وتعالى حفاة عراة، لا كل مشغول بنفسه، وكل مهموم بهم نفسه كيف ينجو. وماذا يقول لربنا سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى هو الرحيم، هو العدل سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ويدخر رحمته وادخر رحمته في ذلك العرض عليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينادي بعض الخلائق ويصطفي في العرض، ولما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ربنا عز وجل يصطفي أناس وأجناس وأصناف 7 منهم 7 جعلنا الله إياكم منهم، يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى في يوم لا ظل إلا ظله. قالوا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، و2 تحابا في الله اجتمع على كتاب الله وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل اختلى بامرأة فقال أو اختلت به امرأة فقال إني أخاف الله. هؤلاء 7 ليسوا محددون، لكنهم أصناف يكونون للمؤمنين الصادقين الخالصين. كذلك من الأناس الذين يكونون في العرض ويظهرون من بعيد، وهم أناس يكونون على منابر من نور، وهم حفاظ كتاب الله عز وجل العاملين به المتدبرين له والداعين له والعاملين له. منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء، وهم كذلك إخوة متحابين لا يجمعهم إلا كلام الله عز وجل. في ذلك اليوم أعني يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، فحري بالإنسان أن يدخر لذلك اليوم ما يبيض وجهه أمام الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين، وثقل موازيننا وحسناتنا. ذلك اليوم هو يوم الزلزلة، يوم الزلزلة. طيب، ماذا نستفيد من هذه السورة؟ ما هي الهدايات العملية التي نطبقها في حياتنا؟ حري بالإنسان أن يراقب الله عز وجل، وكذلك أن يخلص النية لله عز وجل في كل ما يقوم به. كذلك حري بأن لا يظلم أحدا وإن كان مثقال ذرة. كذلك حري بأن يعمل خيرا وإن كان مثقال ذرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وحديث الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح في قوله: إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإعانة الكل وكبير السن صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكف أذاك عن الخلق صدقة، وإعانة أهلك وإنفاق على بيت أهلك صدقة. كل هذه الصدقات التي الإنسان يراها صغيرة أو بعض الأحيان يراها يعني لا يراها شيئا، هي صدقة تكتب في ميزان حسناتك وتعرض عليك يوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. من الهدايات العملية أن الإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر من المعروف شيء، لأن هذا المعروف هو عبارة عن مثاقيل الذرات من الخير، والله عز وجل الكريم العدل يجازي على مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إن خيرا جازاك منه خيرا وأضعاف خير، لأنه هو أهل التقوى وأهل الكرم، وإن كان شرا جازاك الله سبحانه وتعالى لأنه عدل سبحانه وتعالى. كذلك من الهدايات العملية أن الإنسان يسعى دوما بأن يغرس الإيمان في قلبه، وأعني الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أمره عظيم، وثمرات الإيمان به على الجوارح تستنطق عملا صالحا، لأن الإنسان لو كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل خيرا في هذه الدنيا قد يفقد حماسه في نصف الطريق، لكن حينما يعلم بأنه سيجازى في حياة أبدية أخروية بجنة عرضها السماوات والأرض، وفوق الجنة برضاه سبحانه وتعالى ورؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى، هو ذلك النعيم للذين أحسنوا في هذه الدنيا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم بطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة
رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام التجويد، وبالخصوص عن أحكام اللام الساكنة في القرآن الكريم أو أحكام اللامات السواكن في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم عن همزة الوصل، وأعني همزة الوصل التي في كتاب الله عز وجل مرسومة، وهي ألف عليها صاد فوقها صاد صغيرة، مثل حرف الصاد، صاد صغيرة. همزة تسمى همزة الوصل، وهمزة الوصل يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، وتثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. ما معنى تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله؟ أي أنها ثابتة تكتب في بداية الكلام، ولكنها تسقط وصلا عند النطق بها، مثله كقوله سبحانه وتعالى الذين. الألف التي في الذين ألف عليها فوقها صاد صغيرة. وقوله اهدنا، وقوله الكتاب، ولكنها تسقط في الوصل، كقوله سبحانه وتعالى ميثاق الذين. ما قلنا ميثاق الذين، تسقط وصلا. وقوله واهدنا إلى سواء الصراط. وقوله والكتاب. هذه أمثلة لأن هذه الهمزة همزة الوصل أعني تثبت عند البدء في الكلام، ولكنها تسقط عند الوصل به. وتدخل همزة الوصل على ثلاثة أمور. حينما تدخل على الأفعال كيف تكون حالتها، وتدخل على الأسماء، وكذلك تدخل على الحروف. وسنأخذ بالتفصيل ومع الأمثلة كيف ننطقها حينما تدخل على الأفعال، وكيف ننطقها حينما تدخل على الأسماء، وكيف ننطقها حينما تدخل على الحروف. القسم الأول حينما تكون همزة الوصل تدخل على الأفعال، تنطق بالضم. إذا أدخلت على الأفعال تنطق بالضم. القسم الأول تنطق بالضم. طيب ما هو شرطه؟ عند البدء الفعل إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما. إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما. مثاله في كتاب الله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أركض. الحرف الثالث حرف الكاف، والكاف مضموم ضما لازما. طيب الألف التي في بداية الكلمة اللي هي أركض، هذه همزة وصل. طيب كيف تنطق؟ هل تنطق مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة؟ تنطق مضمومة. لماذا؟ لأن الحرف الثالث من الفعل، فعل أركض، مضموم،
فتضم همزة الوصل. كذلك قوله ادعو، ادعو، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك. الحرف الثالث من الفعل ادعو وهو حرف العين، والعين مضموم ضما لازما، فناسب أن تكون همزة الوصل مضمومة. اركض، ادعو. وقوله سبحانه وتعالى اجتثت، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الحرف الثالث حرف التاء في كلمة اجتثت، في الفعل اجتثت حرف التاء، والتاء مضموم، فلذلك كان لزاما أن نضم همزة الوصل اجتثت. وقوله انظر، انظر، انظر. الحرف الثالث في فعل انظر وهو الضاء، والضاء مضموم ضما لازما، فناسب أن تكون همزة الوصل مضمومة. الحالة الثالثة قلنا في همزة الوصل إذا دخلت على الفعل، الحالة الأولى أن تكون مضمومة. طيب متى تكون مضمومة؟ لما يكون الفعل فيها الحرف الثالث من الفعل مضموما فتضم همزة الوصل. الحالة الثانية تكون مكسورة، تكون مكسورة همزة الوصل. متى تكون مكسورة؟ عندما يكون الحرف الثالث من الفعل يا مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. وسنشرح أمثلة على مكسورا. متى تكسر همزة الوصل؟ إذا كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا. قوله سبحانه وتعالى مثاله قوله اصبر، واصبر على ما أصابك مثلا، في قوله سبحانه وتعالى واصبر على ما أصابك، اصبر، ما قلنا واصبر، واصبر لا يناسب. لماذا؟ لأن الفعل اصبر الحرف الثالث منه وهو الباء مكسور، فناسب أن تكون همزة الوصل مكسورة، اصبر، اصبر. وقوله ربنا اكشف، ربنا اكشف، الفعل اكشف، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الحرف الثالث في الفعل اكشف وهو الشين، والشين مكسور، فناسب أن تكون همزة الوصل مكسورة فتنطق ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. كذلك متى تكسر؟ كذلك في الحالة الثانية تكسر كذلك إذا كان الحرف الثالث من الفعل مفتوحا. مثاله قوله عز وجل استغفر، استغفر. الحرف الثالث في الفعل استغفر حرف التاء، والتاء مفتوحا، والتاء عليه فتحة مفتوحا، فناسب أن تكون همزة الوصل مكسورة. ما تقول أستغفر كذا، ما لم تصبح همزة الوصل كذا أصبحت همزة قطع. لكن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر. كذلك من الأمثلة اتقوا، اتقوا. الحرف الثالث في فعل اتقوا وهو حرف القاف، والقاف مفتوحا، فناسب أن تكون همزة الوصل مكسورة، اتقوا، ولا نقولها اتقوا. إذا قلناها هذه أصبحت همزة قطع ولا تصبح همزة وصل. الحالة الثالثة إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما عارضا، كقوله ابنوا، وقوله امشوا، امشوا، وقوله اقضوا، وقوله ائتوا، اوتوني.
أو ائتوني ائتوني. الحرف الثالث مضموما ضما عارضا وليس أصليا. هذا ما يتعلق بالحالة الثانية متى تكسر همزة الوصل. متى تكسر همزة الوصل. هذا ما كان يتعلق بالأفعال. أما إذا كانت همزة الوصل تأتي على الأسماء فتكون همزة الوصل مكسورة دائما. مكسورة دائما في الأسماء، دائما مكسورة. طيب نذكر أمثلة على الأسماء. قوله سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء. استكبارا هذا اسم. الحرف الثالث منه هذا اسم، ما ينظر إلى الحرف الثالث ولا الرابع ولا الخامس. في الأسماء همزة الوصل مكسورة. استكبارا. وقوله استغفار وما كان استغفار وما كان استغفار مكسورة. وقوله ابن مريم ابن مريم ابن مريم. وقوله اسمه المسيح اسمه المسيح. ما نقول اسمه ولا اسمه، نقول اسمه المسيح عيسى بن مريم. وقوله امرأة وإن امرأة وإن امرأة اسم، تكون همزة الوصل مكسورة دائما. الحالة الثالثة دخول همزة الوصل على الحروف. على الحروف. وتدخل همزة الوصل على حرف واحد فقط وهو لام التعريف. وقد أخذنا ما معنى لام التعريف. إذا دخلت همزة الوصل على لام التعريف فدائما تكون همزة الوصل مفتوحة. مثاله قوله الأرض. ما نقول الأرض، الأرض هي أرض. الاسم هو أرض، دخلت عليها ال التعريف فأصبحت الأرض. طيب همزة الوصل كيف تنطق؟ هل تنطق مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة؟ تنطق مفتوحة. نقول الأرض وليس الأرض، الأرض. كذلك كتاب. هذا كتاب. ال التعريف إذا دخلت على اسم كتاب تقول الكتاب. طيب كيف ينطق؟ مثل ما نطقناها في كلمة الأرض، الكتاب الكتاب. ولفظ الجلالة وأعظم الأسماء الله الله، دائما تنطق همزة الوصل مفتوحة. أخيرا هذا ما كان في أحكام همزة الوصل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، ولعلنا في الحلقة القادمة نأخذ أمثلة على همزة القطع. وقد وصلنا في أحكام التلاوة وتطبيقها على سور جزء تبارك، وكنا وصلنا في الآن في الجزء الثالث في سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه إتمام لسورة التحريم المباركة، ولعلنا نأخذ بعض مشاركاتكم المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
فلا تأس على القوم الكافرين. أحسنت، بارك الله فيك. وقراءة جيدة ومرتلة ومجودة، لكن يحتاج أن تنتبه إلى بعض أحكام التجويد، وأبرزها التقليل من الهمس في حرف التاء، وكذلك كذلك الوقوف على حرف السين والناس، لكن أعطيه مجالا في الوقف والناس. أسأل الله عز وجل أن ينفعك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلك من العاملين له. إلى هنا أعزائي المشاهدين كنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا. ha 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 ha